يتخلى عنك الجميع إلا الله تعالى فهو السند. إن الله معنا. من إعداد وتأليف فهد الإشارة. الإهداء لكل من أحاطت به الابتلاءات، لكل من تزاحمت عليه المصائب. لا تحزن، إن الله معنا. المقدمة. منذ صغري وأنا محب لقراءة القصص. قصص قد تكون حقيقية أو خيالية، قصص ربما تكون فيها عبرة ورسالة هادفة، أو ربما تكون فقط لأجل التسلية. وكنت دائما أميل إلى القصص التي تكون الحياة لها جزء كبير في هذه القصص. على سبيل المثال، قصص عن أشخاص كانوا وأصبحوا، قصص أشخاص حصلت لهم أمور في هذه الحياة، وكانت هذه الأمور كفيلة بتغيير حياتهم بالكامل. ولم أعلم ولم أتخيل بأن سيأتي اليوم وأقص هذه القصة، وهي تجربتي مع الابتلاء. ترددت كثيرا هل أقول هذه التجربة أم لا، ولكن عندما رأيت من حولي من الناس قلت لا بد أن أذكر هذه التجربة، عل وعسى أن تكون فيها عبرة. لأنني على يقين بأن كل إنسان بما أنه يعيش على هذه الأرض فهو محاط بالمصائب والمشاكل والابتلاءات. فالله خلقنا في هذه الحياة ليس لأجل أن نضع رجلا على رجل ونجلس، بل لنسعى. وبما أننا نسعى، بما أننا نتنفس، فنحن سنكون محاطين بجبال من الابتلاءات، وجبال من المصائب، وجبال من المشاكل. وفي هذه الجبال هناك ممرات، وهذه الممرات سيكون فيها حزن وفرح، فشل ونجاح، سقوط ونهضة، انكسار وجبر. ولا يمكن لأحد منا أن ينكر هذا الأمر، فنحن مجبولون على هذه الأمور في هذه الدنيا، فهي سنة الحياة. الإنسان خلق في كبد، في مشقة وصعوبات، وما نحن إلا كفارس في معركة تخطفها سهام الحياة، ننجو منها تارة وتارة أخرى تصيبنا. إلا أن الإصابة من هذه السهام ليست نهاية هذه الدنيا. قم وانهض وارد إلى الله، فهذه الأقدار من الله، فعند الله تجد كل خير. كنت أنظر لحال الناس من حولي، وكنت دائما أقول في نفسي عندما أرى ما أصيب من مصائب وابتلاءات، أقول أعانهم الله، كيف سيمرون مما أصيب به؟ كيف حال قلوبهم من بعد هذه الابتلاءات التي ابتلوا بها؟ كيف سيشعرون؟ وكيف سيضحكون؟ كيف سيقابلون هذه الحياة بعدما انكشفت هذه الحياة عما في داخلها من مصائب وابتلاءات؟ كل هذا من الله قضاء وقدر، ولكن هل الإنسان يستطيع أن يواجه هذا؟ هل يستطيع الإنسان أن يتغلب على ما ألم به من هذه الحياة وخباياها؟ سمعت كثيرا عن ذلك الذي فقد أباه، وتلك التي فقدت أمها، عن هذا الذي فقد ولده، عن تلك التي فقدت أختها، وعن هذا الذي خسر من قريبه، وعن تلك التي طعنت من أقرب صديقه. والله ثم والله ثم والله، كل هذه القصص التي سمعتها كانت سببا في أن تهون علي كل القصص المؤلمة في هذه الحياة. لذلك أنا الآن أعيش، أضحك وأبتسم وأعيش هذه الحياة كما يجب، رغم كل الخدوش التي بداخلها، رغم تلك الدمعات التي سقطت، إلا أنني أنا حي أرزق، وأكتب لكم هذه التجربة متمنيا من القلب أن تطبقوها في مواجهتكم هذه الحياة وما فيها. نعم، اعلم أنك بكيت حتى جفت دموعك، صرخت حتى بح صوتك. اعلم يا صديقي أنك تتألم، ولكن كما أعلم علم اليقين أنك الآن تعاني من هذه الأمور الصعبة، فيجب أن تعلم أنت كذلك علم اليقين أن هذه الأمور كلها ستمر بإذن الله، ليس لأنها مسألة وقت، لا، بل المسألة هي يقينك وإيمانك وثقتك بالله تعالى. على قدر إيمانك وثقتك، على قدر قدرتك على حمل هذا الحمل الثقيل والكبير. هي لحظة جريئة بدأت، وهذه اللحظة جريئة جدا بالاختبار الرباني من الله. أنت عندما يكون لديك اختبار في دراستك، وهذا الاختبار صعب جدا،
من الطبيعي ستقوم بالتجهيز بكل ما أوتيت من قوة لأجل هذا الاختبار، حتى يمر هذا الاختبار. ولا أقول لك أنه سيمر كسائره، لا، بل العكس، قد يكون اختبارا طويلا جدا وصعبا جدا. من الطبيعي أن تدرس وتعد للاختبار حتى تنجح، لكن مع هذه الحياة ستجد أنك قبل دراستك دخلت في اختبار صعب، هو من سيعلمك كيف تعيش هذه الحياة وتأخذها على محمل الجد. ثق تماما بأن كل يوم في هذه الحياة ستتعلم دروسا، فوالله الذي لا إله إلا هو لم تمر بدروس في هذه الحياة كهذه الدروس والاختبارات التي ستسقل فيك إنسانا صعب جدا أن تهزمه الحياة. ولكن هناك أمور يجب عليك أن تركز فيها في هذه الحياة حتى تعيش الواقع وتنعم وترضى بكل شيء. قبل كل شيء لا بد أن تشعر دائما وأبدا بأن الله معك محيط بك، يعلم السر وأخفى، أن تعيش برحمة الله، فهذا الشعور لا يضاهيه شعور أبدا. أن تحيطك رحمة الله، فهذا شعور جميل بأنك في معية الله تعالى. أن تشعر بالله في السر والعلن، فهذا شعور لا أحد يستطيع أن يشعر به. أن تخاف الله في يومك وفي كل أمور حياتك، فهذا شعور بأنك تحب الله ويحبك. تقرب منه شبرا فيتقرب منك ذراعا، تتقرب منه ذراعا فيتقرب منك باعا، تمشي إليه ويأتيك هرولة، تقدم له الخير فيأتيك بالخير أضعافا مضاعفة، تذنب وتتوب فيبدل الله خطاياك حسنات. هل هناك أرحم وأكرم وألطف من الله؟ لا يوجد أبدا. نحن نتعامل مع الله القريب الودود المحيط والرحمن الرحيم. هل ترغب أن تكون دائما منشرح الصدر، مطمئن القلب، صالح البال، سعيدا في هذه الحياة؟ فعليك دائما بأن تكون قريبا من الله. كيف تكون قريبا من الله وكذلك يكون الله قريب منك؟ ولله المثل الأعلى. أنت عندما تود أن تكون قريبا من شخص ما تفعل له كل ما يحب وتتجنب كل ما لا يحب، صحيح؟ إذا قلت لي نعم صحيح، فنحن قد توصلنا لأمر جميل جدا، بأن إذا أردنا القرب من الله فعلينا فعل ما يحب الله وتجنب ما يكرهه. ولكي نتعرف على الله يجب أن نعرف أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، فلله أسماء وكل اسم له صفة معينة، وهذه الصفات والأسماء إذا عرفناها حق المعرفة سنعلم كيف نعيش هذه الحياة بما يجب. نعلم أسماءه ونذكره تعالى في السراء والضراء. وصية نبوية عجيبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، فقال النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في هذا الحديث الذي قاله النبي الكريم خلاصة الحياة، وقد أوصى في أول الحديث احفظ الله يحفظك. لا بد على كل إنسان مؤمن يؤمن بالله تعالى أن يحفظ الله بكل شيء، يحفظ الله بقلبه وبجوارحه، ويحفظ الله بأفعاله، والله سيحفظك. نحن عندما نقول الله يحفظك ماذا يعني؟ يعني الله يحفظك ويصونك من كل ضر ومن كل شر ومن كل شيء سيء في الدنيا. فإن أردت فعلا بأن يحفظك الله كن على قدر الثقة بأنك تحفظ الله تعالى في السراء والضراء. البعض منا للأسف في الأوقات العادية لا يحفظ الله،
وعند وقوع البلاء والمصائب يحفظ الله ويذكر بأن هناك ربا. جميل جدا أن تعرف وتعلم بأن لا مفر منه إلا له، ولكن هناك فرق كبير بين شخص كان مع الله في الرخاء وكذلك كان مع الله في الشدة، وبين شخص نسي الله في الرخاء وذكره فقط في وقت الشدة. فما الفرق؟ الأول الذي كان مع الله في الشدة والرخاء حفظه الله وأعانه على شدته، أما الذي كان مع الله فقط في الشدة حفظه الله وأعانه، نعم، ولكن لم يشعر بمعية الله مثل ذلك الذي كان في السراء والضراء مع الله. فهناك معاملة خاصة جدا من الله مع الذين يذكرون الله دائما في اليسر والعسر. في تجربتي مع الابتلاء لما الله اختبرني بأقرب الناس لي وهم أخواي، أخي الصغير خالد رحمه الله وأخي الكبير أحمد رحمه الله، كانت صدمة وفاتهم علي جدا قاسية، اختبار والله لا أود أن يمر به أحد، ولكن هذا شر لا بد منه. كان وفاة أخي الصغير وأخي الكبير في نفس السنة، يعني تقريبا كان بينهم فقط أشهر. نعم، الأمر كان علي صعبا، لكن أخي الصغير خالدا توفي وأنا من تلقى خبر وفاته، وأنا من نقلت خبر وفاته لوالدي. كان الموضوع صعبا جدا، لا أحد يتحمل هذه المسؤولية، ولكن الحمد لله ها أنا صامت. وبعد أيام من وفاة أخي خالد ذهبت مع أخي أحمد لرحلة العلاج خارج البلاد، وكنا لا ندري هل سنعود جميعا أم لا. وكانت الصدمة بعد قرابة 5 أشهر من رحلة العلاج. ها هو أخي الكبير الذي لطالما كنت أراه أمامي جبلا راسخا لا يهتز أبدا، ها هو أمامي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأنا أمامه لا أستطيع فعل شيء سوى أنني كنت أقول له: قل لا إله إلا الله. ما أصعبه من موقف وما أشده من ابتلاء. خرجت أنفاسه أمام عيني، وكذلك كنت أنا مساء نقول خبر وفاة أخي لأمي وأبي. والله ثم والله ثم والله لا أنسى ذلك اليوم أبدا. المشاعر كلها ملخبطة، شعور انكسار وفي نفس الوقت أشعر أنني قوي بالله. كنت أحمد الله دائما لأني عرفت كيف أتجاوز هذه الابتلاءات. الأمر ليس سهلا تجاوزه، ولكن لا بد علينا أن نتجاوز هذه الابتلاءات والأحزان حتى نعيش بسلام مع أنفسنا ومع الحياة. هناك خفايا كنت أعملها وكنت أتقوى بها، حتى إذا جاءني أمر من ربي كابتلاء أكون قادرا على تصديته وتجاوزه بسلام. لذلك هناك بعض الأمور التي سأحدثكم عنها إذا فعلتموها كما فعلت، فبإذن الله ستتجاوزون كل الابتلاءات في حياتكم. هذه الخطة التي سأعرضها لكم الآن هي الخطة التي طبقتها في حياتي، وبفضل الله ومن ثم هذه الأمور استطعت تجاوز كل شيء. سنتعرف سويا على رحمة الله بعباده، وكذلك سنتعرف على حكمة الله من كل شيء، وسنتعرف كيف نكون راضين بأقدار الله تعالى في هذه الدنيا، لأن إذا رضينا نحن عن الله سيرضى الله عنا ويرضينا. وكذلك سنتعرف على الدعاء والخفايا وكيف نتعامل مع الله وقت الدعاء. أيضا فضل الله علينا بسبب ذكر الله تعالى، ماذا يمكن أن يحدث لنا إذا ذكرناه سبحانه. وأفضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسنتعرف على بعض القصص التي ستقوينا بإذن الله تعالى.